السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي صحة فطوركم، صحة رمضانكم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. فيديو اليوم راح نشوفوا تصريحات لاعبي المنتخب الوطني الجزائري أثناء الحصة التدريبية الثانية. راح نشوفوا تصريحات براهيمي لما سألوه على المشكل اللي بينه وبين بالماضي وش قال، وأيضا اللاعب الجديد غيتان وش قال على سبب اختياره لتمثيل الجزائر. كل هذا سنشاهده في فيديو اليوم. قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. راح نبدأ أول تصريح لبراهيمي لما سئل عن المشكل اللي بينه وبين بالماضي. نسمع براهيمي وش راح قال. C'est une nouvelle, on va dire. Oui, une nouvelle page. Donc voilà, va falloir rentrer dedans très vite parce qu'on a des matchs importants dès vendredi, Inch'Allah. Et donc espérer commencer avec une victoire. Justement, le coach Bolivem dit à Brahimi explique. Il n'y a aucun problème. La seule chose que j'ai à dire, comme j'ai dit, alhamdoulilah, je suis content d'être là aujourd'hui. Et voilà, je suis motivé. Allez, voilà. وهذه كانت إجابة ياسين إبراهيمي. لا يوجد مشكل، استمى مش حاب يحكي في التفاصيل الآن. المشكل اللي بين إبراهيمي وبالماضي، إبراهيمي لما سألوه الصحفي قال له بالماضي كان يقول سقسوا إبراهيمي هو اللي يقول. إبراهيمي قال ما كان حتى مشكل، وهذه بداية جديدة ومع مدرب جديد وستاف جديد. قال شو هو إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. أيضا راح نسمعوا تصريحات الوافد الجديد الحاج موسى في الحصة التدريبية. نسمعوه اش راح قال. J'étais très content vu que pour moi depuis petit c'est un rêve qui se réalise, d'être convoqué avec l'équipe nationale A et Inch'Allah pour y rester. Justement, quels sont les objectifs de Hadj Moussa avec l'équipe nationale? C'est de montrer un maximum, de rapporter un plus à l'équipe et me montrer pendant les matchs, Inch'Allah. En RDBZ, c'était incroyable sur le dernier match de Moussa. Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau départ à l'équipe nationale sur le site? Oui, Inch'Allah, ça a été un bon match de ma part avec un but à la fin. Mais il ne faut pas que je m'arrête sur ça, il faut que je continue chaque match et de prouver un maximum que je peux paraître dans cette équipe, Inch'Allah. Ton style de jeu presque comme Riyad Mahrez, est-ce que بالك راح تحقق carrière كما Riyad? Je m'inspire beaucoup de ses gestes techniques, mais j'aimerais bien faire ma carrière et Inch'Allah faire une meilleure carrière que lui, mais je m'inspire beaucoup de lui. Je prends beaucoup de ses dribbles. C'est un gaucher comme moi qui joue à droite, donc je m'inspire beaucoup de lui. اللاعب حاج موسى قال نتمنى كان في حلم ان نلتحق بالمنتخب وحققت الحلم، وان شاء الله نقدم اضافه للمنتخب الجزائري. وكي سالوه على قالوا له تحوس تكون كيما رياض محرز او لا، قال نحوس نخدم الكارير تاعي الخاص بي وحدي ونقدم افضل ما لدي ان شاء الله. اللاعب الجزائري ايضا قندوسي اللي ينشط في نادي سيراميكا، نسمعوا التصريحات نتاعو. واستمى هنا قصف للبطوله الوطنيه اللي تقول ما فيها حتى فائده على حساب هدرته. نسمع. كلشي فضل ربي وفضل الخدمه، وان شاء الله احنا نكونوا في حسن ظن الاخ الجديد في المنتخب الوطني. بالنسبه يعني المنتخب الوطني شفنا كانت نكسه في الكام، اليوم تغير مدرب جديد، يعني كخطبت البارح اليوم الاول من طرابلس، اليوم الثاني باش نشوف الاجواء باش يعني نشوف المنتخب الوطني. ما نخفالكش كانت حاصره بعد الخروج من الكام، والحمد لله الناس تخدم نتوجد بعد تعوض كاع اللي فات، وين ما كان حتى سبه اللي لازم نلقاوها، باسكو لازم نردوا للشعب كاع اللي فات. نعرفوا ماشي سهل المنصب تاعك سورتو في ليكيب ناسيونال، كاين بزاف لي جوار عندهم نيفو كبير. كيفاش تشوف التنافس ولا حظوظك باش تحجز مكانك في
في المنتخب ما كانش حظوظ، لازم العمل واللي كي تخدم تلقى بلاصتك، واللي تطيح لها 5 دقائق ولا 10 دقائق لازم يبروفي، باسكو في البوست هذا ما لازمش تغلط كاع ولازم تمد كاع واش كاين. بالنسبه نقولوا كي غادرت البطوله الجزائريه، ما تشوفش بلي هذه الحاجه هي اللي خلاتك تروح للمنتخب الوطني؟ كي تخرج من البطوله ديكوفري بزاف صوالح وتزيد تطلع في النيفو تاعك، وانت تعرف بلي المنتخب الوطني ماشي واقف على البطوله الوطنيه برك، ولازم له خدمه بزاف باش توصل. وهذا ما قاله قندوسي لما سئل عن البطولة الوطنية، قال لك تخرج من البطولة الوطنية راه تكتسب أكثر. هو ما بعدش بعيد، راه في مصر برك، ولكن البطولة المصرية أفضل من بطولتنا الجزائرية. يجب تحسين البطولة الجزائرية باه تخرجنا لجوار أفضل. كاين نوعية تاع جوار بصح لازم لهم خدمة كبيرة باه يحققوا العديد من النقاط الجيدة والمهمة اللي تخليهم يحترفوا في أوروبا، أو من خلال البطولة يقدموا للمنتخب الوطني الجزائري. نسمعوا أيضا سعيد بالرحمة عندما سألوه على التواصل مع المدرب، هل هنالك مشكل الآن؟ واش تقول على بريميرمون على بيتروفيتش؟ اسكو يا با ان بروبليم دو كومونيكاسيون entre les joueurs? Non, pour le moment il s'exprime bien en français. Et hier il a parlé, il a bien parlé, on l'a compris en tout cas. Et après il y a un staff qui parle français, plusieurs langues, anglais, toutes les langues. Donc oui, il y a la communication. Concernant la blessure, est-ce que bien? Là j'essaie de reprendre. Je reprends cette semaine à la course et tout. Donc je pense que le premier match ça va être juste. Mais je vais tout faire déjà pour y être si je peux, et je ne garantis rien, mais le deuxième match normalement je peux être apte, mais je ne sais pas si je pourrais jouer tout le match. بالرحمة قال لك لا يوجد مشكل في التواصل مع المدرب، وأيضا كاين ستاف وكاين عدة مجموعة من اللاعبين والأشخاص اللي يهضروا عدة لغات، فرنسية، إنجليزية، إيطالية. قال لك هذا ماهوش عائق في التواصل مع المدرب بيتكوفيتش. وسألوه عن الإصابة نتاعو، أيضا قال راني بديت رجعت لي الجري على العشب، وممكن المباراة الأولى ما نلحقش بها، والمباراة الثانية ممكن نلحق، وراني في وضعية الاسترجاع. أيضا تصريح رفيق غيتان وسبب اختياره للمنتخب الجزائري، نسمعوه مع بعضنا ومن بعد نمدو راينا خاوتي. عندك نورمالمون دي Maroc, c'est ça? Ouais, il m'a Pourquoi tu as choisi l'Algérie exactement? J'ai choisi l'Algérie parce que je suis à Al. Tous les ans je vais en Algérie, كل عام. Et mon père il est algérien et je suis à 200% algérien et je suis fier de l'être. C'est pour conclure un mot pour tous nos supporters. Non, Inch'Allah, on va essayer de remonter la pente et Inch'Allah on va essayer de les rendre fiers et on va tout donner sur le terrain, aucun doute. وهذا كان آخر تصريح معنا في هذا الفيديو لرفيق غيتان، الذي قال: أمي مغربية وأبي جزائري، ولكن اخترت الجزائر لأنها اختيار القلب، وأنا جزائري 200%. هذا كانت أهم التصريحات للاعبي المنتخب الوطني الجزائري اللي قدموها اليوم قبل بدء الحصة التدريبية الثانية. الحصص التدريبية في هذا التربص دائما تبدأ ليلا كما كنا نسمع في التصريحات وقت أذان العشاء على ما أظن. لا أكيد مش على ما أظن، وقت تصريحات أذان العشاء. هذه كانت أهم التصريحات للاعبين. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري في هذه الدورة الودية، وإن شاء الله يقدموا لنا مردود جيد ونشوفوا مستوى يليق بالمنتخب الجزائري. وفي الأخير صحة سحوركم، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وخاوتي ما تبخلوش علينا باللايك للفيديو، هذه أبسط وسيلة تساعدونا بها لنقدم لكم الأفضل إن شاء الله. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.